الدكتور طارق حقي مفكر وطني معروف، له آراءه وله مواقفه، وكان دائما داعما للدولة الوطنية المصرية الحديثة الديمقراطية التي ترعى حقوق المواطنين وتعمل على عدم التمييز والاستقرار والدفاع عن حقوق الإنسان. دكتور طارق حقي يعني لسبب ما ومشكلة على المحور تأخر علينا، وإن كنا نريد أن نستفيد كثيرا منه، ولكن أهلا وسهلا به. أهلا دكتور. أهلا بك. لقاء تأخر كثيرا، ولكن يعني الحقيقة أن هذا اللقاء أتمنى أن يكون عنوانه قراءة، كما أنت دائما للمشهد الحادث الآن في المجتمع المصري. البعض بدأ يساوره القلق وكأنه يرى بعين واحدة. أعتقد أن الخطاب الإعلامي للأسف يتصادم مع الواقع الآن، مع كثير من الإنجازات. هناك من لا يريد أن يرى أن هناك شيئا قد تحقق في مصر. الحقيقة أن أعداء الخارج وأعداء الداخل كأنهم أقسموا على أنهم لن يروا إلا الهدم. نعم. يعني معاول الهدم من الخارج ومعاول الهدم من الداخل. يعني خلينا نقول إيه؟ نقول أن مشروع قناة السويس مشروع تاريخي. في مشروع آخر موازي له ل1,000,000 فدان اكتمل حوالي 40% منه. وفي سنتين من بداية فترة الرئاسة هيكون في 1,000,000 فدان أضيفوا ل6 مليون فدان اللي عملهم محمد علي. في طاقة كهربائية أضيفت كبيرة جدا، الناس نور بينقطع عندها أقل، حوادث الأمن داخل القاهرة أقل، ولكن هناك إصرار من البعض ألا يعطي فرصة. في 3200 كيلومتر كمان رصف. لا في كتير. نعم. لكن هو الفكرة أن هناك من هو مصر على الهدم، وهؤلاء يجب ألا يلتفت إليهم، ويجب أن يتجه بعض الإعلاميين إلى الإنجازات. لماذا؟ لأننا كنا تحت الأرض بأميال. استلمنا الرئيس السيسي تركة مثقلة بالعيوب. فنفرض أنه خدنا من 2 كيلو تحت الأرض ل500 متر. محدش عاوز يشوف كده أبدا. بس هو زي أنت ما قلت على الطرق، على محطات الكهرباء، على القيمة الإضافية في توليد الكهرباء، قناة السويس، في إصرار على الهدم. وللأسف أن المواطن المصري العادي أنبل كالعادة من المثقف والإعلامي. صحيح. يعني للأسف أن عدد الناس اللي هي شايفة الهم الثقيل اللي في يد الرئيس هم الناس العاديون البسطاء. أما المثقف المحفلط اللي قال عليه أحمد فؤاد نجم، مع أنه بيعيش على مزفلط مزفلط كتير الكلام بكم كلمة فاضية وكم اصطلاح. فالحقيقة أن الصورة ليست وردية، ولكن ليست وردية بالنسبة لإيه؟ للمثالي ولا بالنسبة ل30/6؟ بالنسبة ل30/6 2013 لا، صورة أجود بكتير جدا. تمام. ولكن البعض لا يريد أن يرى ذلك، وللأسف أننا قد نبدو أننا نفعل السهل، بينما الذي يفعلونه هو السهل. يعني النقد بالضاد والنقد بالدال والهدم أسهل بكثير من أن تقول أن المهمة التي في يد الرئيس السيسي يأبى أي إنسان عنده ضمير أنه كان ياخدها ولصعوبتها، فهو قبوله لها في ظرف تاريخي معين منتهى النبل. أنا أؤكد لك أن أنت وأنا لو اتعرض علينا حجم المشاكل نقول طبعا عملية صعبة جدا. طبعا عملية صعبة. لكن يعني شوف الخطاب الجديد اللي توجه للأزهر لم يحدث من قبل. تجديد الخطاب الديني. أن يخرج لا، وكمان رئيس دولة يقول أن الخطاب الحالي يضعنا في صدام مع البشرية. صحيح. تمام. ولكن التعجل بسبب، مش التعجل بسبب الهدم. ما هو المتعجل يا ريته متعجل بسبب حسن نية، لكنه متعجل بسبب أنه يريد أن يرى البناء مقوضا. ودول للأسف بين المثقفين والإعلاميين كثر وصوتهم مسموع. لكن الشعب المصري في غاية الرضا بنهاية عهد الإخوان وبداية عهد الدولة المدنية والسماح بالتأسيس. يعني اسمح لي أنا أقول لك حاجة أنا قلتها قريب في بريطانيا أمام نادي الصحافة. بقول له واحد بيقول لي هل الديمقراطية في مصر الآن كاملة؟ قلت له لا، مش كاملة. بس تعالى مسألك سؤال، هي كاملة فين؟ في مجموعتين من الدول. مجموعة اسمها دول الغرب اللي أخذت 400 سنة عشان
تكتمل فيها. ودول اخرى اللي هي زي سنغافوره وكوريا الجنوبيه وماليزيا، قلت له كل دول اللي احنا عندنا امل نلتحق بيهم. قلت له قول لي واحده منهم ابتدت بديمقراطيه كامله، ابتدوا بتنميه. يعني انت عندك نموذجين ما فيش غيرهم. الطهي البطيء اللي هو اوروبا 400 سنه، ما اعتقدش ده اللي احنا عاوزينه. الطهي السريع اللي هو كوريا الجنوبيه وماليزيا وسنغافوره والان الارجنتين والبرازيل، ده كله بدأ بديمقراطيه منقوصه، او بكلمه بتعجبني جدا انا استعملتها في محاضرات بره، imposed order، يعني نظام مفروض. انت عندك فوضى، فبتخرج الفوضى بنظام مفروض، فبتبقى عندك الديمقراطيه مش كامله لكنك تسعى اليها. فانا بسال الناس بره بقول له قول لي على حاله ابتدت في جنوب شرق اسيا بديمقراطيه كامله، ولو كان في نمشي زيها، بس هو في الحقيقه ما فيش. يعني سنغافوره ابتدت برجل بعصا غليظه، كوريا الجنوبيه بعصا غليظه، واحنا ما عندناش عصا غليظه. ولما بتقول للاجانب ان ما فيش حكم عسكري في مصر بتاخد وقت عقبال ما يفهمك، ولكن بيتضح له ان في، يا ريت في حكم اكثر عسكرة مما هو عليه الان. طيب يا دكتور، ما رايك في من يقولون أن حكم الرئيس السيسي هو امتداد لأنظمة سابقة وأنه لا تغيير قد حدث؟ لا، على الإطلاق، على الإطلاق. يعني أولا أكثر رؤساء مصر منذ وجد رئيس اعترافا بفداحة المشاكل. تمام؟ يعني أنا أعتقد إن هو يعرف جيدا، واضح جدا الهم الثقيل الذي ابتلي به. يعني خليني أقولها بهذا الشكل. وفي نفس الوقت هو يتحمل من النقد أكثر بكثير مما كان يتحمله الرئيس عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك. يعني أكثر بكثير. وهو رجل عمل مش رجل أقوال، ومع ذلك فهو يحصل أقوال إلى حد بعيد، لكن هو رجل عمل ابتلي بطبقة من المثقفين إيمانها بأدوارها الضائعة منهم أهم بكثير من إيمانهم بالدولة المدنية. يعني نحن في عرض أن ينجح الرئيس وهو سينجح. لكن البرادعي تحدث في محاضرة في الجامعة الأوروبية في إيطاليا، وقال إنه تم الاتفاق ضمن خارطة الطريق على وجود يعني مخرج كريم للإفراج عن مرسي وإدخال جماعة الإخوان ضمن منظومة العملية السياسية، وإن هذه الاقتراحات اللي بيقول إنه قدمها ألقيت بالزبالة، لذلك وجد نفسه جزءا من المعارضة. يعني هو لم يخدعنا أحد خلال ال10 سنوات الماضية كما خدعنا الدكتور محمد البرادعي. يعني احنا لم نخدع في مرسي في الحقيقة. يعني كنا نعرف مكنون سر وطوايا مرسي، ولكن الدكتور محمد البرادعي خدعنا. الوقت جاي يقول كده، هو قال ان هو ما قدرش يقف في منصبه لانه لا يستطيع ان يرى الدم. فالان غير التبرير، وهو في الحقيقة شاف دم كتير في العراق وما استقلش. وقعد 12 سنة 3 مدد، كل مدة 4 سنين، وخد جايزة نوبل نصها $900,000، يعني 1.8 مقسومين على النص. فهو في الحقيقة دلوقتي لما يقول اللي بيقوله ده كان أكرم يقوله من الأول، لكن هذا كلام غير قابل للتطبيق. يعني فليقل لنا على أي أرضية يندمج الإخوان. على أرضية الدولة المدنية فليتفضلوا، بس مش هي دي الأرضية اللي هم عاوزينها. هم يا ترى اندمجوا في حماس وفتح؟ يعني هم إيه التجارب اللي أمامنا اللي اندمجوا فيها في الدولة المدنية؟ أنا مش عارف. يعني هي احنا عندنا الإخوان المسلمون فرع غزة هو اللي اسمه حماس لغاية سنة لغاية 86 كان اسمهم الإخوان المسلمون فرع غزة. هل هؤلاء اندمجوا ولا قالوا للدولة ادي العصايه اللي بيننا، خدوا قطعه واتركوا لنا قطعه؟ انا اعتقد ده كلام لا غير قابل للتطبيق. يعني يقول لنا علنا ما هي الارضيه التي يقول بناء عليها دوله مدنيه كامله، ولا دستور يؤسس لدوله دينيه مثل دستور الغرياني. ما هو دستور الغرياني يؤسس لدوله مدنيه، وانا رغم ان ليه اعتراضات على الدستور الحالي لكنه يؤسس لدوله مدنيه. يعني فيه بعض الامور اللي ممكن ناخد وندي فيها. لكنه جرد رئيس الجمهوريه كثيرا من صلاحياته، وانا معترض على هذا تماما. انا معترض على ان الانتقال من الدوله من النظام الديمقراطي الرئاسي للبرلماني يتم بهذا الوتيره العاليه والقسوه،
وأنا أعتقد أن كانت هناك أهواء شخصية وراء ذلك. نعم. يعني أعتقد أن هناك البعض كان يرى أنه ينقل للبرلمان الذي قد يرأسه تلك السلطات. أنا أعتقد أن الدستور المصري بحاجة إلى، يعني أنا عارف أن هذا كلام صادم، الدستور المصري بحاجة إلى إعادة نظر في بعض الأمور. وأيضا أنا عارف اللي هقوله ده يعني هيضايق ناس كتير، أنا مش واثق أن البلد محتاجة برلمان بقدر ما هي محتاجة تنمية. يعني هو في النهاية يجب أن تكتمل الصورة ويوجد، ولكن أعتقد أن معظم الناس عارفين أن البرلمان اللي جاي هيكون شكله إيه. هو هيبقى موزايك في كل ألوان الطيف، وهنفرز واحد أحسن منه في المستقبل إذا تأتت لنا الفرصة. ولكن الذي يعتقد أن البرلمان القادم سيكون في جسم صلب متوحد حول الدولة المدنية يبقى واهم. لأن رموز حلف السلطة والمال مصرين على التواجد، وحضرتك طبعا تدري تماما. يعني هذا يجعلني أنتقل بالفعل إلى رأس المال الذي يتغلغل بشكل كبير جدا في مناحي الحياة السياسية والإعلامية الآن، محاول السيطرة لحساب أجندات سياسية خاصة به. كيف ترى الصورة؟ أرى الصورة مفزعة ومجزعة. يعني هقول لك حاجة، أنا شخصيا على المستوى، يعني أنت تعرف بسبب أن احنا نعرف بعض شخصيا جيدا أنني بكل ما أقوم به من دور إعلامي هو من باب الهواية وليس من باب الاحتراف. نعم. بمعنى أنني يعني أعبر عن وجهة نظري من خلال النوافذ الأكثر وصولا للناس. نعم. أنا في حيرة ما بين الدعوات التي تأتيني من البرامج الخاصة والتلفزيون المصري، وأرى أن التلفزيون المصري أقرب إلى ألا يتصادم معي، لكن هو كمان محتاج إصلاح. يعني هو محتاج إصلاح جذري. نعم. وإصلاحه الجذري لن يتم مرة واحدة. بمعنى أي مدير مارس الإدارة، وأنا أعتقد أن أنا مارستها يعني بشكل لا بأس به، أن التلفزيون المصري يصلح أنك تاخد جزء منه تصلحه. يعني تاخد الفضائية تصلحها. نعم. تاخد النايل تي في تصلحه. لكن الحجم كله عسير جدا. ولكن بلا شك أن دور المال في الإعلام المصري الآن يلعب جزء من المشكلة. المشكلة التي نتكلم عنها، وهي أن الإعلام لا يتكلم عن الشباب الذين يموتون في القوات المسلحة والشرطة، لا يتكلم عن، ليس كل الإعلام بالقطع، لا ما فيش أي تعميم صح في أي حاجة. نعم. عندك حق تماما. نعم. لا 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 تماما يعني. لكن أقصد أن هناك اهتمام بأسعار الخضار. نعم. لا يقل بل يزيد عن الاهتمام بأرواح الشباب الذين يموتون في سيناء. وهناك من يتحدث عن المثليين باعتبارها قضية محورية. تقصد أنه هو يريد أن يعطيهم حقوق؟ لا، يعني حتى أن تنقل تجارب من لبنان أو غيرها في تلفزيونات مصرية، هذا أمر الحقيقة خطير جدا. لا الحقيقة أنا اتسألت في الكونجرس يا أستاذ مصطفى مرة، أنت بتدافع عن حقوق كل الناس إلا المثليين. فقلت لسببين: لأن أنا جزء من المجتمع المصري، فشعوري تجاه القضية تشبه المتوسط العام. ثانيا لأنكم تظنون أننا سنلتحق بكم في هذا الشأن، وهذا لن يحدث. نعم. يعني هو الفكرة انت فاكر ان انا وراك في كل حاجة. نعم. وجاي في دي مش هيحصل. صحيح. اصله مش حاصل في اسرائيل. صحيح. ليه؟ لاختلاط صحيح. الدين بالمنظومة. مش اسرائيل ما عندهاش ملاعب قمار؟ نعم. بتلعب قمار كانت في اماكن اخرى. نعم. اي مجتمع بيستقي، واحنا على فكره ما بنقول دوله مدنيه ما نقصدش فصل الدين عن الدوله. نعم. اسف، فصل الدين عن الحياه او المجتمع، بنقول نعم. فصل الدين عن الدوله. ولكن فصل الدين عن المجتمع لا مستحيل. يعني في مصر لا، مجتمع متدين من ايام ما كان بيعبد الحكام. فاعتقد ان هناك الان مشكله كبيره في البرلمان القادم، ان راس المال تعود في خلال الثلث الاخير من فتره رئاسه حسني مبارك على وجود شيء اسمه كبار رجال الاعمال. وفي العالم كله يا استاذ مصطفى مفيش حاجه اسمها كبار رجال الاعمال. هو في رجال اعمال ويستوي احمد ومحمد ومصطفى امام الدوله. ولكن انت تعرف ان كل الذين كانوا من كبار رجال الاعمال هو اسم اخر لكلمه المقربين من السلطه. نعم. الذي كان مقربا من السلطه هو كبار رجال الاعمال. نعم. هو اللي بياخد 1,000,000 متر هنا. فهؤلاء يعني الحكم الان عنده تحدي كبير ان يضمن عدم تغولهم مرة أخرى. نعم. لأنهم مش هم اللي أسقطوا النظام، لكن جزء من سقوط النظام. نعم. يعني سقوط النظام، وأنا برضو حاسس أن اللي هقوله ده حرج، موصوف في كتابك
عن الصندوق الأسود. عمر سليمان. نعم. لا الحقيقة يعني لم أقرأ شيء مثله عن هذه الفترة. نعم. يعني فترة الثورة من جوه القصر الجمهوري نعم. لم تصور كما صورت في هذا الكتاب، وأنا أهديته للعشرات. لأنه السيد عمر سليمان أدلى لي بالمعلومات الحقيقة على مدى جلسات عديدة، واستكملت مع بناته ومع أصهاره. لا، ما هو واضح ان هو من داخل الغرف وليس من خارجها. نعم. نعم. طيب دكتور، أسألك عن الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي متذبذب، تارة نسمع جون كيري يقول كلاما، ثم نرى الخارجية الأمريكية تستقبل عناصر من الإخوان يعملون بوجه علني غير تحركاتهم السرية. كيف تفهم هذا الموقف؟ لا، نحن نعرف أستاذ مصطفى أن الخارجية الأمريكية أخذت الإدارة الأمريكية بعيدا منذ كانت آن باترسون تقابل خيرت الشاطر. نعم. مرة أو مرتين كل يوم. نعم. وتراجع الأمريكي صعب جدا، يعني نعم. هو أصلا عنده فلوس تسمح له أن يغلط الغلطة الأخيرها وبعدين يعمل حاجة صح بعد كده. يعني هو للآن هو اعتذر عن فيتنام يا أستاذ مصطفى. نعم. هو اعتذر عن اللي عمله في العراق. نعم. يعني هو حتى الآن يعني نسأل الأمريكيين، قولوا لنا انتوا رحتوا العراق ليه؟ انتوا رحتوا عشان تسيبوا دولة عظيمة بهذا الشكل المهترئ. فأنا أعتقد أننا لن نرى تغيير في السياسة الأمريكية قبل الانتخابات القادمة. نعم. أوباما تورط، يعني عندي معرفة بأن مكاتب العلاقات العامة اشتغلت جامد عليه في أمريكا. أنت عارف يا أستاذ مصطفى، هم اشتغلوا على نغمة الإخوان نبذوا العنف على إدارة أوباما. كان ده المحور اللي مكاتب العلاقات العامة اشتغلت عليه. ناس تاخد فلوس عشان تبيع فكرة الإخوان نبذوا العنف. فتورط أوباما ومعه عدد من الناس، منهم هيلاري كلينتون ومنهم السفيرة اللي كانت هنا، بحيث أننا الآن نقول أن هم عدلوا عن حوالي 30% من عنادهم، بس مش أكتر من كده. يعني عناد يوليا 2013 نعم. باقي منه 60% على الأقل. نعم. راح منه، يعني دلوقتي بيبحث عن كلمة أخرى غير انقلاب. نعم. يعني الآن بيستعمل كلمة هي popular uprising supported by the army. حركة شعبية ساندها الجيش. لكن في النهاية قبل أن يأتي رئيس جديد لن يكون هناك حل. وعلى فكرة مش مفروض نوليهم اهتمام كبير. يعني أنا لست في موقع أن أنصح السيد الرئيس، فهو يعرف خبايا العمل المخابراتي أكثر منا. ولكن لو كان لي من موقع الذي عمل مع الأوروبيين والأمريكيين كثيرا أقول شيئا، أقول لن يرضوا عن النظام الحالي في مصر إلا لو اعترف أن محمد مرسي هو الرئيس الشرعي الوحيد. وطالما أنه هو ونحن معه أبعد ما نكون عن ذلك، فلنركز على أننا نعمل عملا جيدا في الداخل. يخلص مشروع قناة السويس وتبدأ المرحلة الثانية منه، ويخلص المليون فدان، ويبدأ تنفيذ كثير من برامج شرم الشيخ. وعارف طبعا حضرتك أن النجاح له أكثر من أب، والفشل ليس له من أب. طيب، عام مضى على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجه تحديات عديدة من بينها ملف الإرهاب. حدثني عن هذا الملف دكتور. ملف الإرهاب كان أكبر بكثير مما كنا نظن، بمعنى أن المجموعة 95، وصلحني لو أنا غلطان، اللي عملها خيرت الشاطر 95 اللي انقسمت إلى 3 مجموعات بناء على أن ما عادش فيه قائد. الأولاني والثاني في السجن. كانت يبدو أنها ممولة تمويلا كبيرا ومعدة إعدادا كبيرا، لذلك رأينا كوارث 2013 نعم و2014 نعم. والآن بلا شك أن الخط البياني إلى أسفل بلا شك. بس بنقسم الموضوع إلى قسمين، ما يحدث في سيناء وما يحدث في الوطن كله. مع كفاءة من القوات المسلحة ومن الداخلية، فإن هناك انحسار لحالات الإرهاب الداخلية لم تصل إلى الصفر ولن تصل إلى الصفر، لأنها ليست على مستوى الصفر حتى في باريس ولندن. ولكن اللي حدث أمس واضح أنه واحد بيقول أنا بدمر خطتك لأن ما يبقاش عندك صيف مظلم في الكهرباء. ولكن بلا شك ان الارقام بتقول ان احنا مش زي صيف 2013 يا استاذ مصطفى. يعني نحن افضل بكثير من صيف 2013 طبعا. وافضل بكثير من صيف 2014. سينا انت عندك هم ثقيل ايضا تم التعامل معه بكفاءة، ونحن في اتجاه النجاح الكامل في سينا. يعني كل المؤشرات تقول اننا في ظل سنة من الان
سيكون الوضع الأمني في سيناء أقرب إلى 100% أمن، وتستطيع أن تبدأ في تنمية شمال سيناء كما تمت تنمية جنوب سيناء. ولكن الناس يجب أن يعرفوا أننا لا يجب أن نتوقع الوصول إلى صفر أمن، أنا آسف صفر إرهاب، لأنه لا يوجد صفر إرهاب في أي مكان في العالم. مش موجود في الحج. يعني في 1980 في ناس خطفوا الكعبة في حادث الجهيمان. يعني المعدلات كلها إلى الأفضل، وهناك تطور أمني، ولكن التنظيم عدو مصر، عدو الشعب المصري، عدو الأمة المصرية، أنه لا يعرف يعني إيه أمة مصرية. نعم. عنده أموال وفرصته التاريخية، يعني أنا أحب الناس تعرف أن فرصته التاريخية مثالية بالنسبة له. تركيا، قطر، نعم. رئيس أمريكي عنده 4-5 إخوان في مكتبه، لكن في النهاية احنا بنشوف أمن أفضل بكثير من سنتين. نعم نعم. طب ده يخليني برضه يا دكتور، وأنت تتحدث عن قضية الأمن، يخليني أسمع منك نظرة عما يجرى في ليبيا، سوريا، اليمن. هذه مناطق مشتعلة حول مصر. سوريا ستكون كارثة إذا أصر البعض في العالم العربي على أن الأولوية الأولى هي إسقاط النظام. يعني أنا كنت في مؤتمر مرتين في 2013 وفي 2014 حضروا وجلس معنا فيه الرئيس بوتين، وأنا فاكر في المرة الأولى إن هو أيام ما كان الأسطول الأمريكي بيقول نحن منتظرين الأمر بالضرب، لو تفتكر ده سبتمبر 2013 طبعا. رئيس الأركان بيقول دخلت روسيا. ده دخلت روسيا. رئيس الأركان بيقول احنا في انتظار القائد يقول لنا اضرب، هنضرب سوريا. هو أيامها روسيا أنقذت الموقف، ومن أيامها في شد سياسي جامد. لكن أنا وجهت سؤال للرئيس بوتين، بقول له في حد غيرك يقدر يؤثر على النظام السوري؟ فقال لي غالبا احنا وإيران، وده صح. فقلت له يبقى البديل هو لا أمريكا وبعض الدول العربية عاوزاه، ولا النظام السوري عاوزه. النظام السوري عاوز يقعد، ولا أمريكا وبعض النظم العربية عاوزاه أن يمشي النهاردة، أن يفرز النظام السوري بديل يقبله العالم. يعني من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ أعتقد روسيا وإيران فقط. هل هم مستعدين؟ ما اعرفش، لأن أنا حسيت في هذا المؤتمر من كلام الرئيس بوتين أنه نظر إلى ليبيا على أنه خدع شخصيا في ليبيا. بوتين إن اتقال له ده مش هيحصل. اللي حصل هو وعد بأن هم فقط القوات الجوية الفرنسية ستحمي المدنيين من قوات القذافي، ولكنها لن تدل المعارضين عليه ويقتل بهذه الطريقة التي قتل بها. ولا أعتقد أن هو معيار لحضارة أو تحضر أو تمدن. إنك تسأل أي إنسان تقول له مهما كن موقفك من القذافي، أنت موافق على الطريقة اللي مات بيها؟ موافق أن الصباع بتاع ابنه اللي كان بيشاور بيه للناس يتقطع؟ يعني وإلا في الحالة دي هنكون احنا داعش احنا كمان لو وافقنا. نعم. فأنا أعتقد أن سوريا الحل فيها يجب أن يكون من جانب النظام السوري، لأن هناك دول عربية شديدة الحرص على إسقاط النظام أيا كانت الكلفة، وهذا في غاية الخطورة علينا احنا في مصر. نعم. لأن احنا يعني أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا عارف أنك كنت تعرف السيد عمر سليمان معرفة جيدة، وأنا كان لي هذا الشرف بشكل ما، قد يكون أقل، ولكن أنا مرة دخلت عنده فوجدته مهموم إلى أبعد الحدود. فسألته ليه؟ قال لي إن كان هنا رئيس المخابرات الأمريكية وقال لي إحنا هنضرب العراق مش عشان عنده أسلحة دمار شامل، يعني شوف المسافة ما بين اللي بيتقال واللي بيتعمل، ومش عشان بيساعد أسامة بن لادن، عشان إحنا مش مرتاحين لوجود دولة بهذا الحجم وجيش بهذا الحجم شرق إسرائيل. هذا الكلام أشهد الله أني سمعته من فم السيد عمر سليمان. وهو لما كان حزنان إن المنطق ده بينطبق علينا طبعا. يعني المنطق نفسه ده تاخده تطبقه مرتين، تطبقه على سوريا وتطبقه على مصر، لأن دي الثلاث جيوش المزعجة لإسرائيل. وأنا مرة سألت واحد إسرائيلي في مؤتمر في إنجلترا، أنتوا قلقانين من الثلاث جيوش دول قوي ليه رغم تفوقه العسكري؟ قال لي لأن مع الجيش المصري حتى لو كنا هنكسب مش هو ده المكسب اللي احنا عاوزينه. الجيش المصري هيكلفنا ان ارمان ليج، يعني ايده
رجل وايد. تعبير انجليزي على انك مش داخل خناقه تطلع فيها سليم، انك مع الجيش المصري حتى لو افترضت جدلا انك ستنتصر فانت هتفقد نص اطرافك. ففي الحقيقه ان الوضع في سوريا محتاج الى شغل من جهه ما لان يفرز النظام بديل مقبول بشكل ما لكل الاطراف. لان سقوط النظام الان يعني النصره وداعش بالظبط، ودي كارثه كارثه. وهم اللي عملوا النصره وداعش، اما اقول هم طبعا اقصد الامريكي وبعض الاطراف العربيه عملت النصره وداعش. ليه؟ لاسباب في غايه الغرابه، بعضها يعني انا اميل لانها للاسف سنه وشيعه اكتر من يقولوا اصل الاسد شتم بعض الملوك العرب. لا، انا اعتقد ان الاقوى وهنا اسوأ، هي اسوأ لو كانت سنه وشيعه، معناه اننا العوبه في يد الاخرين. ان احنا نبقى هذا ينقلنا الى عاصفه الحزم. عاصفه الحزم. انا مقتنع بالدور الإقليمية التي مقتنع بالدور الذي تقوم به مصر وليس اكثر، وهو انها تقوم بما تقوم به لحمايه باب المندب، مضيق باب المندب، وانها مستعده لحمايه الشواطئ السعوديه وحمايه باب المندب. ولكن اعتقد ان مصر لا يمكن ان تدخل في حرب بريه في اليمن لاستحاله ذلك على كل الاطراف. هذا امر مستحيل. الكل قال هذا الكلام. والجبال بتاعت اخواننا السعوديين قالوا هذا الكلام. وجبال افغانستان وجبال اليمن لاصحابها. يعني لن ينجح على تلك الجبال الا اصحاب تلك الجبال. هل تعتقد أن هناك إمكانية لأن تنجح الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان المنتخب في فرض سيادتها مع اللاءات الدولية حول يعني الجيش الليبي؟ تسليحه حتى الآن ممنوع، هناك تواطؤ غربي مفضوح مع فجر ليبيا ومع قوى أخرى، وتركيا بتلعب دور أساسي أيضا في هذا الأمر. أعتقد مع المباركة المصرية فرصة طيبة، واحنا لو عملنا هذه المباركة ايا كان معنى المباركة فهذا لصالح مصر. يعني ان يكون هناك جيش واحد وقرار سياسي واحد وقرار، ولكن هذا ليس قريب منا بشكل كبير. يعني الفوضى عاربة، يعني كأن الغرب أستاذ في صناعة هذا الحال الموجود في العراق والموجود في، يعني من يعطي الكونجرس الأمريكي الحق أن يناقش تقسيم العراق؟ في أي مكان في العالم يحدث هذا، أن برلمان دولة يناقش تقسيم دولة أخرى. إيه الفرق بين ده وما بين سايكس بيكو 1915؟ مفيش أي فرق. لكن ردا على سؤالك، أعتقد أن هناك فرصة طيبة أن مصر التي تنسق مع الجهات المعتدلة في ليبيا أن تكون هناك ليبيا مرة أخرى، لأن ليست هناك الآن ليبيا. هناك ليبيات، هناك لبنان، هناك صوملة. بالضبط. طيب بالزبط. دكتور، بعد 4 سنوات على ثورة يناير والدور الذي قام به المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير طنطاوي الذي تعرض لهجوم شديد جدا، وربما كانت هناك معلومات كثيرة مغلوطة وتناقضات عديدة تتصادم، أنت كيف تقيم هذه الفترة باختصار؟ أنا سعيد جدا بسؤالك هذا لأنه أخلاقيا يناسبني. أنا أعتقد أن الظرف التاريخي والملابسات التي عمل فيها المشير طنطاوي، والظرف التاريخي والملابسات التي عمل فيها الرئيس السيسي، وأقصد في مواجهة الإخوان وأمريكا، ظرفين مختلفين تماما. بمعنى كان الإخوان قد ملأوا مصر بشعار لا لحكم العسكر أيام المشير طنطاوي. كانت هناك تهديدات أمريكية بألا يلعب الجيش أي دور سياسي. لم نكن قد جربنا الإخوان بعد، فكانت هناك في احتمالية أن يقال أن كان الحل هيكون عن إيد على يد هؤلاء. لما هدد المشير طنطاوي بأن تدخل الجيش يؤدي إلى دم على الأرض، هو تصرف بمنتهى العقل، لأن الدم ده ما كانش هيجيب بعديها حتى خير. كان هيجيب دم متواصل. صحيح. لكن الظرف بتاع الرئيس السيسي مختلف تماما. جاءنا الطاعون ورأيناه. الشعب يطالب، بيقول للرئيس انزل من يوم 24 25 يونيو ل 30 الجماهير كلمة انزل موجهة للجيش. الجيش نزل بناء على طلب الشعب طبعا. مهما قال الإخوان عن عدد الحشود فده كلام فارغ. العالم كله والمؤسسات اللي زي جوجل عارفة أن تقريبا
ثلث الشعب المصري كان في الشوارع. صحيح. كل 3 أشخاص منهم واحد في الشارع. صحيح. فأنا أرى أن المشير طنطاوي كانت عليه ضغوط وظرف تاريخي يمنعه من أن يفعل أكثر مما فعل. نعم. هذه قناعتي. نعم. ولكن أعتقد أن حضرتك كإنسان بيكتب في التاريخ هتوافقني أن كل معطيات أو عناصر الصورة هتبان بعدين أكتر. نعم. يعني احنا عندنا دلوقتي أقل من 50% من عناصر، وهو نفسه لو ما كتبش تبقى خسارة. يعني أنا بحاول أقنعه الحقيقة، إنما دائما كان يقول يعني ربنا هو الأضرب. لا أنا هقول له إن هو يا سيادة المشير لا يوجد عسكري أو مخابراتي إسرائيلي ما كتبش. نعم. ومن حقك على يعني ومن حقنا عليك ومن واجبك تجاه نفسك أن تكتب، لأنني واثق أنك تصرفت. يعني الشيء الوحيد الذي لا أفهمه في عهد المجلس العسكري، وسأقول هذا الشيء هنا ولا أعرف هل هو يتحمله أم لا، لا أعرف، يعني محتاجة دراسة ومحتاجة حد زي حضرتك يدرسه. كيف عهد لطارق البشري بمهمة 19 مارس 2011؟ لأن حضرتك وأنا عارفين أن طارق البشري 2011 مش طارق البشري 69. طارق البشري اللي كتب لنا في 69 عن تاريخ الحركة الوطنية وعن تاريخ وعن وضع الأقباط في مصر. ما هوش طارق البشري يعني بتاع 2011. فإلى أن تنجلي بعض الأمور لابد ان المشير يكتب، لابد ان واجبه ان يكتب، وان هو يجب ان يثق ايضا ان هناك عدد كبير مننا نثق انه احسن التصرف. بالتاكيد. بهذه الدعوه الكريمه من الدكتور طارق البشري للمشير محمد حسين طنطاوي بأن يكتب طارق حجي معذره دكتور طارق حجي للمشير طنطاوي بأن يكتب مذكراته وأن يلقي الأضواء على هذه الفترة التاريخية المهمة. نختتم حديثنا. طبعا كنا نتمنى وقتا أكبر، ولكن يعني كانت الأزمة على الطريق الدائري هي السبب، ولكن على وعد بأن نلتقي مرة أخرى مع المفكر الوطني والرجل الذي لا يتردد في أن يقول كلمة الحق عن إيمان وعن قناعة، المفكر الوطني الدكتور طارق حجي. شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل بإذن الله.